هذا بخير اخويا. واحد لقيتها كتبتها جوج كتبتها دابا ديالي 16 مليون وما دابا جاوها ليا ديالي هو الورثه قال لك راه ديالنا حنا ديالي وثائق عندي دابا انا المشكل اللي عندي باش واحد الذكرى غير فيهم كيبيعوا لي شي راه كنشوف معاك هذا الموضوع واش شي واحد دابا ملي شد جوج تلقاهم من الجنايه الوكيل كانت عندكم بلا دابا باقي كيبيعوا لي شي الى اخره باش يحرك الملك يقول لي سير من بعد انا بغيت كاع مثلا اذا كان هذا الوكيل هذا يدخل لك شي واحد سوقر نتفاهموا معاه يصير لنا الهضره بينه وبين التربيه ديالو خلينا نزعج احكي المشكل بعيد ما تقول لي نقول هنا كان طبيعه بغي يقول معك ديالهم ديروا له خان ياك رجل الناس تبعد واحد خرج الوكيل المالكي عطول الباطرون ديالو كان يحب شيء هما اللي كاين سلولي وين واحد الفرق يكون عنده البويديمه يكمي مربوع بعيد العين مو مربوع كيف يدريسي لا بعيد واحد بعيد هو مربوع كان الباطرون هو اللي شي ملفات ودور معاه لا بالروح لا روحنا خوت نعم ولا لا السلام عليكم. وكيل الملك شكيت بهم شكيت بهم باقيين دابا في الحومه ندير شكايه هما يا ولا مازال هذا انا جات عند بغيت نهضر مع الاستاذ ديالها
ما يعرف يلا طاف يلا طاف يبدأ بالتسمية طاف 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 كيف انا رجعت عندك انا هو اللي وقع لي المشكل كثير من غير سيدو سعيد سيدو سعيد وشي وانا ما نعيش مع ولادي هو داك الشيء ما احسن بالكلام راه تيبيعوا الحشيش والماحيه وكل شيء الله سير عند الجدرمية اعطيني اذن سير عندهم بلا إذن انا دابا دابا تعدات الوقت شحال مره كنمشي نجي عندك ما كانش لا تخطر شوف البوليسي يقول لك بعد وكيل راه انت وكيل الملك انت اللي جيت عندك النهار الاول انت اللي تيخطيني راه طواف هو دابا انت وكيل الملك هو اللي سي الحسن باعز النهار الاول جيت عندك انت النائب ديالو انت اللي كشيتي لي انا النائب ديالو بغيتي الوكيل اون راه هو اللي سير عند البوليسي ولاش النهار الاول قلت لي انا هو الوكيل الله يهديك الاستاذ راه وقفوا معنا راه عندنا 7 الاولاد راه ولادنا مشردين عطيها المعلومات 10 علاش يكون عندك 10 راه اذا مشيت نكتب شكايه لا نكتب شكايه كاين قانون نكتب شكايه ما بغيتش تصنت ليا اش بغيت نقول لك اش نقول لك اعطي اوامر للسلطه القضائيه يمشيو يعتقلوا دوك الزنازه اللي دايرين لي حاله مورا داري اعطي هما يمشيو يحققوا مع دوك الناس اللي شكيت بهم يديروا الشكايه وشي راه شفت هذاك ما نطبقوش داك الشيء اللي عملت عطيت هذاك هاي السبب ما كاينش دوك الناس اللي لا غير السبب دير عاود شي شكايه اخرى دير عاود ديال شكايه اخرى وجيبها لي قالت الوكيل لا واش رادي انا مشرد انا ولادي بسبعه ما بقيتش كنطلع بس داري باش تحنيوني انت وليت كيما ديال عندك كتقنعني كتقول لي اخرج دير بحالات راه ولادي الرباط وغنشكي بك وديتي على الوكيل ما يكرهوش انا غادي انا دابا جيت كنطلبك وكنتعطفك باش تحن عليا اعطي امر ديال الدرك الملكي يقول لهم هذا السيد هذوك الناس تيبيعوا الحشيش ولا دارو ديروا معاهم اعتقلوهم الملك اللي كيعطيك كي كاين وكيل الملك هو سير عند البوليس يقول لك الله يجزيك بخير واخا هو وكيل الملك ثاني استاذ وكيل الملك الله يجزيك بخير قال لي سير دخل عند وكيل الملك قال لي كاين سير دخل عنده قلب عليه الرجل خدمته بتورينا احنا خدمتها الله يخليك اكيد وكيل الملك راهو مالك هو تمام وكيل الملك اخويا تمام شكينا بشي ناس وراه ما بغاوش يمشيو معايا الجدرميه يشدوهم كيبيعوا الحشيش وكيبيعوا الماحيه وراه قدام داري وقدام ولادي بغيت يمشيو معايا يشدوهم وانا شكيت بهم وباقيين كيدوروا دابا تماك احرار كنمشي عند الجدرميه مفاهمين معاهم دايرين معاهم اليد حابهم الجدرميه دايرين يد مع الجنازه الشناوي كان ديك الساعه الشناوي دابا كاينين جدرميه جداد راه كنمشي كنقول لهم هما كيقولوا لي سير عند الوكيل عصابه هما السميات ديالهم خليهم كاين العكا كاين الحوسين كاين ولاد النشاط هادشي هذا تمشي دير بهم شكايه عند الوكيل العام للسكينات درتها ها هي ها هي هذيك شوف دوك الجدرميه يديروا هذوك اللي كيتواصلوا معاهم الوكيل العام دابا كيدير ديال الضرب راه جيت عندك الاخ حتى هو ياك عطيتيه دابا انا نتبع الشكايه ديالي عند الوكيل العام جيت عندك انت النهار الاول ياك كيتواصلوا معانا كيتكثروا على مجرمين الوكيل العام كيتكثروا على المجرمين الوكيل العام تمام وليت تبع بحال شي حمق اخويا
قالوا لي انت وكيل الملك. لا ولكن ما هو هادشي ديالك ما وكيل العام مشيت عنده قال لي السلعه ديالي مزكان. لا اذا التواطؤ ديال الموظفين معاهم كيتكثر عليهم وكيعاونوهم في ايجار المخدرات ديالو، الا ضربوا الجرح تبعها معنا كيجيبوها. انا جيت عندكم ولكن منين مشاو ما تصنتوش دوك الناس. منين جيت لك الشكايه نهار الاول من ورا العيد ولا شي حاجه وجي دير واحد التفكير ولا شي حاجه انت الدار. علاش ما الجبل قالوا لي انا 12 عندك في الجلسه. راه محاصرين كيبيعوا شي حدا 12 في الشهر. قلت له قال لي الاستاذ كير 12 عندك الجلسه. ما جيت ما لقيتش الجلسه. سبت البارح نهار السبت. اغلطوا فينا رجع عنده قول لي التاريخ بالضبط. اغلط لا حول ولا قوه. نسول اخويا انا راه جات عندي جلسه. انا راه جات عندي جلسه. هذه السلام عليكم. وقلت لك